الخطوبة اتعملت علشان تتفسخ، مفيش حاجة اسمها أصل هتتحسب عليا خطوبة، مفيش حاجة اسمها أصلها ممكن تكون آخر فرصة بالنسبة لي، مفيش حاجة اسمها قطر الجواز هيفوتني. لكن اللي بيحصل إن أول ما بتتم الخطوبة بنبدأ بقى ندور على تجهيزات الشقة وعلى ميعاد الفرح وهنعمل الفرح فين وعلى التشطيبات، وبنركز على الخروجات والهدايا والمكالمات. لا، ركزوا الأول على طباع بعض واعرفوا هتستحملوها ولا لأ. دي خطوبة مش جواز. وده مش معناه إننا نعمل كل شوية خطوبة ونفسخها، لأ، لأن قبل الخطوبة بيبقى فيه سؤال عن الشخص ده وعن أخلاقه وعن تربيته وعن عيلته. بس أنت خطبت واكتشفت في خطيبتك دي طبع أنت مش هتقدر تستحمله، أو أنت حسيتي إنك في طبع مش مريح بالنسبة لك، خلاص الخطوبة تتفسخ عادي. الخطوبة اتعملت أصلا علشان نقرر هنكمل مع الشخص ده ولا لأ، قبل ما ندخل بقى في مرحلة صعبة بيت ومسؤولية وأولاد. الخطوبة لازمتها إن الطرفين دول بيبقى بينهم اختلافات في تفكيرهم واختلاف في وجهات النظر والتفاصيل الصغيرة اللي ما بينهم اللي لسه ما اتفقوش عليها. بنعمل الخطوبة علشان يفهموا بعض أكتر ويتفقوا ويحلوا أي مشكلة صغيرة ما بينهم ويقربوا من وجهات نظر بعض. طيب بعد محاولات كتير جدا لتقريب وجهات النظر فشلت ولقيت نفسي اخترت غلط، خلاص مفيش مشكلة، خلاص مفيش نصيب. عشان كده لازم الخطوبة تبقى بسيطة من غير تكاليف كتير، وتبقى عائلية كمان لأنها وعد بالجواز مش جواز. يعني ممكن تتفسخ وما تكملش عادي، عشان في ناس بترفض فسخ الخطوبة بسبب كلام الناس والحوارات دي وإن احنا عملنا بقى فرح كبير، ويفضلوا يدوا فرصة واتنين وعشرة ويضحكوا على نفسهم إنهم مرتاحين وكويسين وهيكملوا، وده غلط. مش مرتاحين خلاص مش هنكمل مع بعض، عشان ما نرجعش نندم على عمر بيضيع.